يطلق المضللون أكاذيب مضللة بطريقة منهجية، مستخدمين أسلوبا يشبه القطرة التي تنحت الصخر، ويطبقون مبدأ كرر الكذبة حتى تصبح واقعا. تسرب معلومات من داخل رابطة الأندية المصرية لكرة القدم ومجلس إدارة اتحاد الكرة تفيد بأن جميع الأندية على علم مسبق بجدول مباريات المرحلة الثانية للدوري، وأن كل ناد يمتلك جدولا خاصا به يحدد منافسيه بناء على ترتيبه في الدوري، وأن هذا الجدول معلن منذ قرعة بداية الموسم. من الغريب ألا يكون أي موقع إلكتروني أو صحيفة أو صفحة رسمية أو غير رسمية قد ذكرت هذا الأمر. الأكثر غرابة هو ترويج بعض الإعلاميين والصحفيين لهذه الادعاءات دون التساؤل عن سبب عدم إعلان رابطة الأندية أو أي جهة إعلامية أو نادي عن مباريات المرحلة الثانية مسبقاً. بعد إجراء القرعة تحت إشراف مدير المسابقات طه عزت، يدعي أن الجميع كان على دراية بالنتائج، ويبرر النائب أحمد دياب ذلك بالذكاء الاصطناعي. فهل تم استخدام أرقام فعلية أم ذكاء اصطناعي مزيف؟ يجب توضيح الأمر. السؤال الأبسط: أليس من باب الشفافية إعلان أرقام القرعة لجميع الأندية في بداية الموسم؟ هذا بفرض وجود أرقام مسبقة. من غير المقبول تمرير مثل هذه الأكاذيب، فالشعب المصري يدرك أن ترتيب المباريات تم لتسهيل مواجهة الأهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك لأسباب تسويقية بحتة. هذا ليس عيباً، لكن يجب أن يتم كل شيء بشفافية ونزاهة تامة. أكرر: نرجو تزويدنا بوسيلة إعلامية واحدة، سواء موقع إلكتروني أو صحيفة أو صفحة رسمية أو غير رسمية أو ناد واحد مرفقا بجدول وأرقام المرحلة الثانية. ويعد هذا الأمر غير لائق، ويتفاقم سوءه بترويجه من قبل صحفيين وإعلاميين من الواضح أنهم باعوا ضمائرهم بكل بساطة وبلا أي ثمن.